كلاعب اساسي، ليس ايضا كريم بنزيما الذي تألق مع المنتخب الفرنسي. بين الفريقين لقاء انتهى بفوز فريق نادي ريال مدريد بثلاثيه رونالدو وايجوايين وبنزيما، وكان طرد كل طبعا يعني بيع ريال ساديواندا. بنتابع كيف ويطلع كازياس وحضور في هذه اللحظات من جانب حكم اللقاء. ننتظر قرار ماتيو لاهوز امامنا وبطاقه حمراء لإيكار كازياس في هذا اللقاء الذي يبدو مثيرا من البدايه. ادي امامنا ماتيو لاهوز امامنا في هذه اللقطه، حكم اللقاء الذي يعني اعطى بطاقه حمراء بعد مرور يعني دقيقة و35 ثانية، دقيقة و35 ثانية. وأنطونيو أدان الحارس الذي سيلعب في هذا اللحظة. أمامنا الكورة، شوف الكورة أمامنا. حكم اللقاء قريب جدا، وكازياس يخرج بمرماه. وادي أمامنا المهاجم السريع جدا اللي أمامنا هو اللاعب كيخان الذي انطلق في هذه اللقطة، هو أيضا من أبناء ريال مدريد، من طبعا اللاعبين اللي لعبوا في اسبانيول في عام 2007. وبطاقة أمامنا هنا يبدو هيحدث تبديل. هنتابع أنطونيو أدان هينزل مكان مين؟ هل يطلع أدي بايور ويشارك الحارس الشاب أنطونيو أدان في هذه اللحظات كبديل طبعا لأحد اللاعبين بعد ما طرد طبعا الحارس لاهوز في إعطاء هذه البطاقة الحمراء مباشرة. وهيطلع نتابع، أعتقد هيطلع اللاعب أنخيل دي ماريا وينزل حارس المرمى أنطونيو أدان الذي سيلعب في هذه المباراة بعد ما كان لاعب مدافع ديداك اللي يلعب حاليا في نادي الميلان، وأيضا انتقال قلب دفاع ريس الذي يلعب حاليا في نادي نابولي الذي سجل 36 هدف هذا الموسم. فاصل من المهارة البرازيلية من مارسيلو، رغم ذلك لا ينضم لمنتخب دونجا ولا منتخب. دور مهم أوي وسط الملعب. ادي انطلاقات كريستيانو رونالدو، الكرات اللي بيحبها والانطلاقه وسط حصار، يعدي بمهارة ويسدد يا سيور. وشوف الكرة امامنا اهو يعني تلمس ايد اللاعب امامنا. تعمد وعدم التعمد يعني هو الحقيقه الراجل يعني فيها يعني متميز حتى الان. ادي ايكار كازياس امامنا اللاعب اوزيل كريستيانو رونالدو. الاجمالي الاهداف لكريستيانو رونالدو 36 هدف. ومارسيلو يا سلام يا مارسيلو على الكرة الحلوه. ادي امامنا على ذكر الاهداف لم يسجل كريستيانو رونالدو، لكن هو اللي عمل الاسيست، عمل التمريره الرائعه. وادي مارسيلو الذي لم يسجل هذا الموسم يسجل في هذه الانطلاقه الرائعه من الظهير الايسر البرازيلي اللي بيسجل هدف بعد ما سجل في الموسم الماضي 4 أهداف في هذه الانطلاقه القويه جدا من مارسيلو وزاويه صعبه وحطها في كاميني، وكاميني يعني وجد صعوبه كبيره. شوف امامنا الكره من اوزيل، الخطا في ابعاد الكره هنا في هذه اللقطه من جانب اماتو وكريستيانو رونالدو الى مارسيلو اللي طمع الجميع في العرضيه وسدد كره يعني في منتهى القوه عشان يسجل مارسيلو هدف التقدم للنادي الملكي بعد مرور 24 دقيقه. ادي امامنا على خفيف كره سريعه جدا، ويعني هو يعني حطها الحقيقه مارسيلو. التمريرات ادي امامنا ادي بايور، السرعه على ادي بايور اللي نضج كثيرا. يا على حظ ادي بايور، يا على حظ ادي بايور امامنا اهو في هذه